مساء الفل. بكرة ماتش الأهلي والزمالك. أسلم حل الباسيرو عشان يطلع شكلنا حلو في الماتش وبعد الماتش وما نشيلش كتير. ولو ربنا كرم يعني عرفنا نجيب جون ولا أي حاجة تنكش كده، أي منكش كده في الماتش كده يعني. فلازم يلعب، ولازم أول حاجة يحترم نقص العدد اللي عنده، نقص الإمكانيات الفنية اللي عنده، نقص اللعيبة اللي عنده. يحترم إن الأهلي أعلى منه في السكواد بتاعه، أعلى منه فنيا، أعلى منه استقرار، أعلى منه كل حاجة. وهو لسه جاي على الفرقة، لسه ما يعرفش مين فين ولا إمكانيات مين ولا مين اللي هيوديه في داهية، ولا مصطفى شلبي ده عامل إزاي ولا أي حاجة خالص. فلازم يهدى ويلعب ب3-4-3. لازم يلعب بليبرو، لازم يلعب بصلاح مصدق ليبرو، وقدامه الونش وحسام عبد المجيد، لأن حسام عبد المجيد بطيء في المرتدات، والونش لسه دماغه ما رجعتش زي الاول. تركيزه ولياقته الفنيه يعني بدنيا ماشي بيجري او كل حاجه، لكن دماغه لسه ما رجعتش زي الاول. فيبقى عندك فجوه بين الاثنين، لازم تتعالج ازاي؟ ما حد ويغطي ورا الاثنين، حد يغطي ورا اخطاء الونش وحد يغطي ورا بطء بتاع حسام عبد المجيد. فلازم صلاح مصدق يلعب بكره ليبرو مع محمد عواد، شمال يلعب ببنتايج ويمين يلعب بعمر جابر، خط نص يلعب بدونجا وعبد الله السعيد. مش عايزين نلعب ب10 خالص. دونجا وعبد الله السعيد، وقدامهم شلبي للاسف، وهنلعب بزيزو والجزيري. يبقى عندك تلاته لحد ما صراع قدامه بيهاجموا شويه او هجامين شويه يعني، وربنا يكرم بعد كده. دي في حاله الدفاع. لما تيجي تهاجم لازم صلاح مصدق يطلع قدام شويه مع دونجا ويقفل خط النص شويه مع دونجا، لأن دونجا لو عبد الله السعيد سابه وطلع قدام شويه دونجا هيلوظ. دونجا مش قد ان هو يشيل خط نص لوحده او يشيل حته دفاعيه لوحده، لازم حد يسند معاه، لازم حد يسند معاه وجنبه. فصراحه مصدق يطلع يشد قدام معاه شويه، يسد معاه البهوقه السرحان اللي بيعمله، واللي الكروته اللي بتكروتها واللي حد يلمه لما ويصفره. لازم حد يبقى يطلع يقفل مع دونجا. فانت لازم بصراحه مصدق بكره لعيب مهم جدا 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 في الماتش ان هو يقفل لك بين الاثنين. الحاجه الثانيه، الجفالي لازم بكره يلعب، يعني يدي مصطفى شلبي شويه ماشي، راجل موجود وبيلعب بقاله شويه يعني. وبعد كده الشوط الثاني ينزل الجفالي يلعب. لو هتلعب والاهلي بيهاجمك وانت تلعب على المرتدات يبقى لازم ننزل الجفالي في المرتدات. ماتش بكره اتوقع ان هو هيبقى بالعنصرين الاساسيين فيه او اللي هيعملوا مفاجاه فيه بكره في الماتش هو محمد عبد الله الوينج اليمين بتاع الاهلي، والجفالي في الزمالك. لو الاثنين دول خدوا فرصتهم وخدوا وقت كفايه في الماتش هيعملوا فرق كبير قوي في الفرقتين. لعيبه صغيره، واتوقع انهم يبقوا مستقبل، وماتشات الاهلي والزمالك بتطلع اللعيبه الصغيره دي بيبقوا نجوم كبار بعد كده. فالاثنين دول لو خدوا فرصتهم ان شاء الله يعملوا ماتش حلو بكره. شكرا.